تخيل انك لما بتنزل المية في كائنات بتبقى معاك وانت مش حاسس بيهم. انت مش لوحدك، تحت سطح المية وعلى بعد كام سنتيمتر منك كائنات حية انت مش حاسس بيها. بيبقى نادر قوي انك تشوفها او تحس بيها. هما مين دول؟ اسمع القصة. أولهم الأشباح بتاعتنا، أناديل البحر، منها المون جيلي الأناديل القمرية، والكامب جيلي أناديل المشط. المون جيلي بتبقى أغلبيتها شفافة مع مسحة موف كده لأعضائها التناسلية، وبتتحرك بطريقة ناعمة وبتجرفها الطيارات، وفي الغالب ما بتلسعش، ولو لسعتك بتبقى حاجة خفيفة. والكوم جيلي جسم جيلاتيني شفاف، منها بيضاوي ومنها مكور، وتسمى بأنديل المشط عشان عنده 8 صفوف من الأمشاط والأهداب اللي شبه الشعر، وبتستخدمها في السباحة، وكمان بتكسر الضوء بألوان قزحية جميلة. مش عايز أنسى كمان أمل البحر، هي أناديل بس في مرحلة اليرقات، ممكن ما تتشافش بالعين بس بيحس بيها الجلد. تلاقي نفسك بتهرش كده وتقول المية فيها حاجة بتقرص. عندك بقى تاني حاجة أسراب السمك الصغيرة، بتحب السباحة في المية الضحلة الدافية وكأنها بتتحرك كجسم واحد. منهم الانشوجة والسردين والبوري، بيبقوا عايمين تحتيك بس انت مش شايفهم. وفي بقى سكان القاع المخفيين، مدفونين في الرملة، ما بيظهرش غير عيونها ويمكن ديولها، زي مثلا الستنجر ري او الري اللاسع، تلاقيه مدفون تحت رجلك، عينيه وفتحات التنفس هي اللي باينه. وانت ماشي كده بقى اديهم تحذير، حرك رجلك كده واعمل اي حاجه. وعندك كمان الاسماك المفلطحه زي الفلاوندرز والسول، ده بقى بياخد التمويه لمستوى تاني. هي بتنمو بشكل عادي، وهي بتنمو عينيها بتروح للاطراف وبعد كده بتاخد شكل هي والقاع واحد. وفي انواع منها بتقدر تغير لونها وملمسها حسب المحيط اللي هي فيه، ودايما بتبقى في محيط رملي وفي الميه الضحله، ومش مؤذيه خالص، ما تقلقش منها. دايما يا صديقي في البحر هتلاقي اكتر من اللي شايفاه عينيك. المحيط نظام حي ومتنوع بيولوجيا، حتى اصغر المخلوقات فيه ليها دور، وكل نوع ليه قصه وروايه. المره الجايه بقى لما تنزل البحر تاخد نضارتك عشان تستمتع بالكائنات دي. السؤال هنا بقى، تعرف كائنات تانية ما بنحسش بيهم واحنا عايمين وهم حوالينا؟ اكتبولي في التعليقات.